السلام عليكم. كنت اتكلمت في رمضان وقلت على اللي عملوه الاخوه السودانيين مع ال 150 شخص اللي كانوا محتجزين في معبر اركين، وانهم حرموهم من السحور ومن الشراب ومن الفطور ومن الطعام ونيموهم في الشارع. وقبلها كان موضوع اللي حصل مع الاهلي والهلال السوداني ودكتور الهلال اللي ضرب علي لطفي من غير سبب، والمجاري اللي سابوها في اوضه اللبس والافعال اللي عملوها. وقلت مش هعمل فيديوهات تانية عن السودانيين نهائي، بس النهارده شفت فيديوهات وبث مباشر لجماعه سودانيين وجماعه مصريين، والموضوع لفت انتباهي جدا ان احنا واقعين في الخطر. عمالين يقولوا كلام من الجهتين سواء سوداني او مصري، كلام في قمة الغباء، كلام في قمة قلة الوطنية والوكسة، للأسف وكسة. حبيت أرد على الاتنين سواء مصري أو سوداني. خلينا نبدأ بالمصري. أخويا المصري الجدع، الرجولة، الشهامة والنخوة والجدعنة والكرم، ولو قعدت أقول من هنا ل 20 سنة جايين مش هكفي حق أي واحد مصري. عايز أقول لك إحنا عندنا في مصر هنا أكتر من 50 جنسية، لأن ببساطة مصر بلد الأمن والأمان، جيش قوي، شرطة قوية، البلد كلها ماشية تمام، الناس شغالة، كل واحد في شغله. فشيء طبيعي ان اي حد هيجي هيلاقي كل واحد بيشتغل صح، والحضاره وغيره وغيره. لو قعدت اتكلم عن مصر سنين ضوئيه جايه مش هخلص كلام عن مصر بشهاده كل العالم عن مصر وحضاره مصر. بس خلينا في المهم اللي عايز اوصله لك يا مصري اللي بتعمل بث مباشر او بتعمل فيديوهات تتكلم بيها على الاخوه السودانيين. مش هقول لك غير كلمه واحده بس: ارحموا عزيز قوم ذل. السودانيين اخواتنا وفي ازمه كبيره وحرب، وما شالتهمش الارض نشيلهم في عينينا من جوه. انا عارف كويس جدا ان هو كان مخطط بيننا وبين السودانيين في مباراه الاهلي والهلال السوداني عشان يثيروا الفتنه، لكن تسقط كل المخططات وتسقط كل افكار الملاعين اللي عايزين يوقعوا بينا، وتسقط اي افكار تخلينا نخسر اخواتنا ولحمنا ودمنا، اخواتنا السودانيين، نساء واطفال وشيوخ السودان اللي بتنام في الشارع وبتتهجر من بيوتها بسبب الحرب اللي عندهم. دول ناس زينا عايشين في بيوت ومكرمين ومعززين، وافضل من بيوتنا كمان، يمكن افضل من اي حد اتكلم عليهم بالسوء. عايز اقول لاي سوداني شال من جواه من كلمة قالها مصري: حقك على راسي يا زول. والله الشدة بتبين معادن الرجال، وانتوا هنا في مصر كأنكم في السودان بالظبط، وبيوتنا كلها وبيوت كل المصريين مفتوحة لأي زول سوداني على راسنا من فوق. وآخر كلامي: من القاهرة هنا الخرطوم، النيل العذب هو الكوثر، والجنة شاطئه الأخضر، ريان الصفحة والمنظر، ما أبهى الخلد وما أنظر، البحر الفياض كالقدس، الساقي الناس وما غرسوا، وهو المنوال لما لبسوا، والمنعم بالقطن الأنور، جعل الإحسان له شرعا، لم يخلو الوادي من مرعا، فترى زرعا يتلو زرعا، وهنا يجني وهنا يبذر، جار ويرى ليس بجار، لأناه فيه وقار، ينصب ككتل منهار، ويضج فتحسبه يزأر، حبشي اللون كجيرته، من منبعه وبحيرته، صبغ الشطئين بسمرته، لونا كالمسك وكالعنبر. تحياتي لكل السودانيين وعلى راسنا من فوق، وبالنيابة عن أي مصري غلط ومش عارف إن دي علاقات ودم ولحم بينا، حقكم على راسي أنا. السلام عليكم.